بصوا بقى، انا حبيت اشارككم كده اللحظه، وان انا ادي فكره لاي حد نفسيته تعبانه شويه او في حاجه كده من زهقان. انزلي على السوبر ماركت، يعني ما تخليش حاجه في نفسك. زهقتي من البيت بقى، من العيال، من جوزك، زهقتي من اي حد في الحياه. انزلي على السوبر ماركت. دلعي نفسك كده. جيب اي حاجه نفسك فيها. انا نزلت بقى، حسيت ان انا كده ايه، مضغوطه شويتين ثلاثه على زهقانه. فقلت لا، ما فيش غير السوبر ماركت اللي هو اللي غير نفسيتي. فنزلت جبت حاجات كده، والله ما رضيتش اجيب حاجات كتير، انا بس قلت اجيب حاجات صغيره. يعني جايبه الاحجام الصغيره دي عشان انا لما بفتح الكيس طبعا، يعني مش هجيب حجم كبير اقول ايه، طب انا هفتح الكيس اخد منه شويه واسيب الباقي، لا انا عارفه ان انا هفتح الكيس يبقى انا هخلصه. فعشان كده جبت احجام صغيره زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى شيبسي، وجبت دوريتوس زي ما انتم شايفين كده، والشيبسي تاني. الشيبسي طبعا انتوا عارفين عيش الشيبسي وحاجات كده، شوكولاتات بقى اللي هيوديني في داهيه. مع اني ممنوعه منه، بس انا قلت كده اجيب كيسين بس، يعني عارفين اللي هو كيسين بس، ولما يخلصوا انا عارفه ان انا هجيب تاني. بس انا قلت ايه، ساعات والله ببقى حاسه ان انا مصدعه وحاسه عايزه حاجه تفوقني. فبصراحه هو ده اللي بيفوقني، بحس ان هو بيديني شويه منبه كده. بخلاف طبعا القهوه اللي هي مهمه جدا ان انا اخلي الواحد كده يركز. بس كده حبيت اشارك معاكم اللحظه دي، عشان ايه تبقى انتوا عايشين معايا كده وعارفين ايه الحاجات اللي بتبسطني يعني. كان في واحده حبيبتي كده كاتبالي ان انا عايزه نطلع لايف نتكلم مع بعض، ايه رايكم؟ لو حد مشجع الفكره اكتبوا لي كده في الكومنتات، لو عايزيننا نطلع لايف كده نتكلم مع بعض شويه اكتبوا لي، ونحدد ميعاد مع بعض كده يكون مناسب لينا كلنا ونطلع نتكلم فيه مع بعض. نسيت اسلم عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. دخلت بقى عشان اعمل الغدا، كنت جايبه ملوخيه اللي هي بسمه دي، حلوه جدا تحفه. لو انا مش هجيب الملوخيه اللي هي من السوق الخضراء وانا اعملها في البيت اقطفها واخرطها وكده، ملوخيه بسمه دي بتنجزني جدا، حلوه ومتخرطه حلو جميله يعني. كان عندي شوربه كده شايلاها في الفريزر، اي شوربه عندك تتبقى من الاكل او تحطيها في التلاجة، ممكن تنسيها يوم اتنين تلاته تبوظ او تغير ريحه او كده، على طول حطيها في الفريزر، هتحتاجيها في يوم من الايام بقى لسان عصفور، لملوخيه، لاي حاجه. فكنت هعمل كده الملوخية والرز. حطيت طبعا الشوربة على النار كده تسخن، لان انا بحب اعمل الملوخية بطريقة كده مختلفة شوية. هتشوفوها كده معايا وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. زي ما قلت لكم حطيت كده الشوربة على النار تسخن، وهبتدي اعمل في الرز. انا مش هعمل رز كتير لان انا مش من انصار الناس اللي بتاكل ملوخية ورز بصراحة. انا ما باكلش الملوخية جنب الرز، انا باكل الملوخية كده بالعيش. ممكن اكل جنبها اي حاجة تانية، انما ما باكلش جنبها رز. ممكن مثلا الرز اكله بقى جنبه خضار اللي هو الاحمر ده اللي بالصلصه، انما ملوخيه ورز دونت ميكس معايا. ما بعرفش اكلهم. بس عشان كده عملت حبه رز صغيرين. طبعا الرز بعمله بالطريقه العاديه جدا. ما عملتوش صراحه اليوم ده بالشعريه، ما كانش عندي شعريه فقلت اعمله رز ابيض عادي، فبيبقى حلو مع الملوخيه برضو. وهنا كنت بفصص التوم معاكم، طبعا الملوخيه يعني اساسها توم. انا بصراحه التوم عشان اعمله كده بيبقى ريحه ليه حلوه لازم ادقه في الهون، ما بحبش اعمله في الكبه بقى والحاجات التانية دي. لا، هو الدق بالهون بيخلي الريحه تحفه. انا بعمل الملوخيه ازاي بقى؟ بحط الاول حته سمنه صغيره واشوح فيها التوم كده تشويحه، بطشه بالشوربه، وبعدين بحط سن التوم برضو صغننه خالص في الشوربه، وبحط الملوخيه، وبعمل طبعا تقليه التوم بره اللي هي طشه الملوخيه يعني. برضو حته توم كده في حته سمنه صغيره، وعليها كزبره وطشها، وطبعا بتبقى تحفه زي ما انتم شايفين كده. انا هاكل ملوخيه بالعيش وجنبه الفلفل المقلي ده، انما الرز ده مش تبعي. لكم ان انا بعد الغدا كده جبت شويه حاجات بسيطه جدا زي ما انتم شايفين، بس عملت مبلغ. يعني ازازه زيت، تخيلين ازازه زيت 750 مش لتر كمان، يعني وصلت ل 40 جنيه. ازازه الزيت ب 40 جنيه، والله العظيم حرام اللي بيحصل ده. انا كنت متعوده اجيب برطمان مربى نوع تاني اللي هو اخوان، بس بصراحه لقيت سعره عالي قوي فجبت الرشيد الميزان ده، برضو كويس يعني مش وحش. الصابون، الاربع صابونات، كان زمان الصابونه بجنيه وبجنيه ونص وحاجات كده، الاربع صابونات دي ب 35 جنيه. يعني صابون عادي، صابون وش مفيهوش حاجه، ب 35 جنيه الاربع صابونات. الحاجه غليت قوي. جبت شويه كده توابل، قرفه، كمون، فلفل اسمر. بصوا شويه الفلفل الاسمر دول، شويه الفلفل الاسمر دول ب 14 جنيه، حاجه كده يعني يا دوب اتحطوا في البرطمان. جبت كمان بيكنج باودر دريم، وجبت فانيليا برضو دريم. انا بصراحه كنت متعوده على نوع تاني، بس قلت اجرب كده دريم ان شاء الله يطلع حلو. جبت شعريه، الكيس ده ب 19 جنيه دوت طبعا، وزن كيلو دي.
وجبت كيس دقيق. انا مش عارفه بصراحه في ازمه في الدقيق وفي الرز وفي الزيت ليه. انا مش فاهمه ايه الثلاث حاجات دول ليه فيهم ازمه. الرز والزيت والدقيق، الثلاث حاجات دول فيهم ازمه. يعني انا جبت كيس دقيق، الراجل ما رضيش يديني غير كيس واحد. طب يا عم عايزه كيسين؟ لا، هو كيس واحد. وكمان ما لقيتش انواع غير النوع ده 3 ام ده. انا بصراحه اول مره اجربه، فمش عارفه بقى يطلع حلو ولا لا. هجربه كده واقول لكم ان شاء الله كويس ولا لا. في الماركت كان في ناس بتاخد زيت بكميه ان هم عايزين يحوشوا او يخزنوا زيت. طب ما هو كده هيبقى في ازمه علينا كلنا. يعني الواحد يجيب احتياجه، انا يا دوب جايبه احتياجاتي، مش بجيب بكميات ولا بجيب حاجات اوفر. واحده كانت واحده بتاخد من الزيت ده اللي هو ال4 لتر، بتاخد لوحدها 5 ازايز 4 لتر. يعني تخلي عايزه تاخد 20 لتر او 20 كيلو زيت لوحدها. طب حبيبتي انت كده هتاخدي لوحدك زيت؟ ما لما تاخدي انت 5 ودي 5 ودي 5 مش هنلاقي زيت. هخلصها ان شاء الله ونبقى نجيب غيرها، يمكن ربنا يكرم كده والاسعار تقل شويه. يعني بجد اللي بيحصل حرام. يعني ربنا يسترها ويعدي الفتره دي على خير، لان الفتره دي في ازمه عالميه. يعني ربنا يعديها على خير علينا كلنا ويعيننا ويكرمنا جميعا. بس انا كده حبيت اشارك معاكم الحاجه اللي انا جبتها دي، وان شاء الله كده نكمل بقى اليوم مع بعض. يجي بقى الاهم فقره في اليوم كله، فقره غسيل المواعين. ناس كتيره بتكرهها، تقيله على قلب ناس كتير، بس طبعا لازم تتعمل يوميا وكذا مره في اليوم، وتحس انها المواعين بتتكاثر ذاتيا كده، ما تفهموش في ايه. بس تمام، يعني طول ما انت ايدك في المواعين اول باول، اي حاجه تتوسخ اغسليها على طول. وانت واقفه وانت بتعملي الاكل، مثلا حطيتي حاجه على النار مستنيه مثلا تتشرب، مستنيه تعمل اي حاجه، اغسلي حاجه طلعت منك. ما تطلعيش من المطبخ غير والحوض نضيف، لان بعد الغدا هيبقى عندك شويه مواعين صغيرين اللي هم بتوع الغدا، وتخلصيهم وتبقى انت كده الدنيا معاكي تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا بحب اغسل المواعين بالترتيب بصراحه. ما بحبش ان انا معلقه على شوكه على طبق على حله، لا. بغسل الاول الكوبايات. طبعا ما كانش عندي غير كوبايه واحده، فغسلتها كده الاول، وبعدين بغسل الاطباق، وبعدين بغسل بقى المعالق كلها واحطها كده في الطبق وبعدين اشطفهم. لو لاحظتوا كده ان انا عندي ليفه اللي هي الناعمه دي، بغسل بيها الكوبايات او مثلا الحلل اللي هي سيراميك او التيفال. اما باقي الحاجه بقى زي الاطباق مثلا او المعالق الخشب او المعالق الحديد او كل الكلام ده، بغسله بقى بالليفه اللي هي الليفه السلك. طبعا الليفه اللي في ايدي دي اسمها ليفه سلك، يعني منها ليفه ومنها فيها سلك كده خفيف، مش السلك البلدي اللي هو الناعم دوت اللي هو بيعمل صدى على الحوض وكده. لا، ده السلك بوريها لكم اهو. دي اسمها ليفه سلك، حلوه جدا جدا. منها ليفه ومنها سلك في نفس الوقت، لذيذه قوي. زي ما انتم شايفين انا ماسكه طاسه اهو تيفال، فسبت بقى الليفه اللي كانت معايا الليفه السلك دي، ومسكت الليفه اللي هي الناعمه. حافظي على حاجتك لان الحاجه دلوقتي غليت ولعت نار. مش كل يوم بقى هتجيبي حاجه بدل اللي باظت. اي حاجه تيفال بقى سيراميك جرانيت بغسل بالليفه الناعمه دي، انما باقي الحاجه بالليفه اللي هي السلك. بحافظ على حاجتي. وبرده ما تيجي تقلبي، مش بتقلبي طبعا بمعالق حديد او معالق اللي هي المعدن في الحاجات التيفال وكده، تستخدمي معالق السيليكون افضل كمان من معالق الخشب. لان انا استخدمت معالق الخشب في فتره كده في الاول، جرحت لي بصراحه الحلل الجرانيت، حسيت انها جرحت شويه. فلا، افضل حاجه المعالق السيليكون، ناعمه جدا وطريه على السيراميك والجرانيت والتيفال. استخدميها كده وانتي بنفس راضيه. زي ما انتم شايفين بقى الحله الاستانلس دي معايا، بدعكها بالليفه السلك دي وانا مرتاحه جدا. يعني مش خايفه عليها تتجرح وان يحصل لها اي حاجه من الليفه السلك دي. وطبعا معظمنا عارف ان الاستانلس افضل حاجه في عمليه الاكل، افضل من السيراميك والتيفال والجرانيت وكل الكلام ده. الاستانلس تحفه بصراحه، بينضف بيلمع كده، وبتعملي فيه الاكل كده وانتي مرتاحه ان هو مثلا ما يقشرش زي الحاجات التانية، ان هو ممكن يطلع اي حاجه في الاكل. فهو بصراحه جميل جدا الاستانلس. وصلت بقى للحظة اللي هي أحلى لحظة في اليوم كله، إن انتي خلصتي مواعينك، شطبتي مطبخك، لمعتي الرخامات اللي عندك، نضفتي بوتاجازك، عملتي كل حاجة. بتغسلي بقى الرخامة بالحوض كده، بتنضفي الدنيا، بتحسي إن الصابون ده كده بيغسلك من جوه. طبعا أنا بستخدم ليفة خاصة بغسيل الرخامة والحوض. الليفة دي ما بغسلش بيها المواعين نهائي، دي خاصة بس لغسيل الحوض والرخامة، الحيطان اللي ورا الحوض، الحاجات دي. إنما مش ممكن أبدا أغسل بيها أي مواعين. تمام. بصراحة بشوف ناس عاملة ليفة واحدة بتغسل بيها المواعين، الكوبايات، المعالق، الحلل، الحوض، كله بليفة واحدة بس. يعني ده غلط جدا، ومش عايزة اقول حاجة تاني يعني، بس لا، ما ينفعش حد يعمل كده. طبعا انا الاول شلت المصفى اللي هي بتكون في الحوض دي، رميت كل الحاجات اللي فيها بقى، رز واقع، حاجة واقعة، لازم طبعا نتخلص منها على طول اول باول عشان الحوض ما يتسدش. وبعدين بقى غسلت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى بملى كوبايه، بفضل كده ان اغسل بيها الرخامه، ان انا ادلق ميه كده. بصراحه منظر الميه على الرخامه وهو بيجري كده، انا بحب المنظر ده جدا. وتلاقوني عماله املى ميه بدلق كده على الرخامه، وبعدين بقى هعملها بالمساحه الميه دي. بس انا صراحه بحبها كده، شكلها كده بيحس ان هو بيديني انتعاش.
نرجع بقى كده كل حاجة مكانها، خلصنا الحمد لله غسيل المواعين وظبطنا الدنيا، نروح بقى على طول نحط ايدينا في الكريم المرطب عشان ايدينا ما تبصش من غسيل المواعين. جيت بقى كده اوريكم كده حتة سريعة من شوارع اسكندرية الجميلة، طبعا بتبقى تحفة في الشتاء. وزي ما انتم شايفين كده كنا بالليل والدنيا فاضية مفيش غير عربيات، كانت الدنيا هادية قوي. بقى انا كنت جاية من سعد زغلول كده وعديت على سلطان حسين، والطريق ده كله اللي هو طريق الحرية. طبعا هنعدي على مسرح سيد درويش دلوقتي كده. بقى انا رايحة على شارع النبي دانيال، وبعديها هروح على محطة مصر هركب من هناك، لان صراحة كانت المواصلات صعبة قوي من محطة الرمل، فهنروح نركب من محطة مصر. فزي ما انتم شايفين كده الشوارع فاضية وهادية، بس هنا عشان ده شارع كده رايح جاي عربيات. انما طبعا عند محطة الرمل وعند محطة مصر طبعا كان زحمة جدا. واسكندريه عامه في الشتاء بتبقى زحمه اصلا، يعني في ناس كتير بتحب تيجي اسكندريه في الشتاء، والناس بتخرج في الشتاء وعادي جدا بيقعدوا على البحر عادي ما فيش اي مشكله، مع ان الجو تلج ساعات يعني بيكون الجو لذيذ برضو. هوريكم كمان مسرح سيد درويش كده لما نيجي عنده كده هقرب لكم عليه، وهوريكم كمان جزء تاني كنت راكبه فيه الترام. كنت عايزه اوريكم الترام جدا، الترام بصراحه تحفه. هو مسرح سيد درويش اللي انا بقرب لكم عليه دوت. هكمل لكم بقى على الترام، في ازرق وفي اصفر. الترام الاصفر بتبقى الاجره بتاعته ب5 جنيه، اما الترام الازرق بتبقى تقريبا بجنيه او 2 جنيه حاجه كده. فطبعا الترام الاصفر بيكون احلى، لان هو ما بيكونش زحمه زي الازرق. الازرق بيكون عشان الاجره بتاعته اقل شويه فبتكون زحمه. هنا بقى كده انا كنت راكبه الترام، كنت راكباه من محطه الرمل رايحه بيه رشدي. تمام. كنت عايزه اصور لكم فيه قبل ما اركب اوريه لكم كده، بس بصراحه يعني نسيت خالص اصور، فقلت كده هوريكم جزء وانا راكباه. فهو حلو عشان بيمشي بطيء، فبتتفرج كده على الشوارع وعلى جمال اسكندريه، فهو لذيذ بصراحه. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واتبسطتوا معايا النهارده. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه، وتعليق حلو زيكم. استنوني الفيديو الجاي، مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.